ويخوضون حربا نيابة عن العالم في مواجهة الشر والتخلف ومحاولات تفتيت الأمم والشعوب. مصر تنتفض وتنفض عن نفسها غبار التبعية والجهل والفاشية لتقوم من جديد محلقة كنسر في السماء يحمي الحمى ويذود عن العرين. فأهلا بكم أبناء مصر في حب مصر، ولتهتفوا معي: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السيدات والسادة، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، صعيدنا وصموه بالجهل واتهموه بالانغلاق وحاربوه بالإهمال، لكنه وقف صاعدا قويا منتجا للقادة والمفكرين والمبدعين والعلماء. إنه صعيد مصر، صعيد طه حسين وعبد الرحمن الأبنودي وعباس محمود العطار والطهطاوي وأمل دنقل والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وقبلهم ومعهم الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر. صورة شيك يعني طلع. إنه صعيد أحمص، إنه صعيد أحمص، قاهر الهكسوس ومينا موحد القطرين وإخناتون منشئ التوحيد. إنه صعيد السد العالي رمز الكرامة والتحدي والبناء. إنه الصعيد الذي قهر الإرهاب في التسعينيات ويقاومه اليوم ليتطهر الوطن كله من دنس التطرف والفاشية. وإذا كانت يد الإهمال والتجاهل قد تركت بصماتها على صعيد مصر، فإن صعيد الغد هو أمل مصر وهو كنزها الدفين ونبعها الذي لا ينضب. إن الدولة في مصر الجديدة الواعدة يجب أن تنظر للصعيد نظرة مستقبلية، ونعاهدكم أننا جميعا كنا من أبناء الصعيد أو لم نكن سنكون داعمين بكل الجهود المخلصة لتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن ثقافيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا، ليصبح قاعدة للعمل والإنتاج وتفريغ الكوادر في كل المجالات. أيها الإخوة، نحن نجتمع اليوم في رعاية المستشار محمد سليم وفي كنفكم أبناءكم وأبناء أسوان وأبناء الصعيد الحر الغالي لنقول نعم للمشير عبد الفتاح السيسي، نعم للمشير عبد الفتاح السيسي، نعم للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. هو اختيارنا الوحيد وهو أملنا في خروج مصر من كفوتها ومواجهة التحديات وقهر الإرهاب وقهر التبعية وقهر المؤامرة التي تستهدف الوطن. لتعلموا جميعا أنه لولا وقف الجيش المصري العظيم بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت المشير عبد الفتاح السيسي الآن لسقطت مصر في مراسل الإرهاب والتخلف. إننا مدينون لهذا الرجل لأن نقف إلى جانبه وندعمه ونؤيده حتى يكون رئيسنا وقائدنا عبد الفتاح السيسي بعون الله تعالى رئيس جمهورية مصر العربية 2014. أيها الإخوة والأخوات، أود أن أنقل لكم اعتذار شقيقي الأستاذ مصطفى بكري، فقد كان على أمل وعلى وعد واتفق معنا ورتبت الأمور على أن يكون معنا فور عودته من السعودية إلى هنا، ولكن ظروف غير عادية أجلت عودته في الوقت المحدد من السعودية. أنقل إليكم أسفه ووعده أن يكون معكم في لقاء في القريب العاجل بعون الله تعالى. أيها الإخوة ضيوف مصر الأعزاء، هذه ليلة من ليالي الوطن العزيز الغالي. نرحب بكل من وفد من ضيوفنا ورموزنا